مهرجان الهلال الذهبي اختيار رفع النشمي أسوأ إطلالة في المهرجان. مرحبا متابعينا الجديد بالقناة، خلي لايك واشتراك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم بالفيديو فستان اللي لبسته رفع النشمي الشابة العراقية الواعدة، حصلت على جائزة أفضل فنانة واعدة هي وهواي فنانات موجودين. طبعا نزلت لكم الفيديوهات كلها، بس اللي ينتقدوها بمواقع التواصل الاجتماعي من أول يوم مهرجان لليوم بعد ما شرطة تنزل عليها إنه لابسة الفستان كأنما خاولي لافته على جسمها وطالعة من الحمام. هاي واحد من التعليقات. ثاني تعليق إنه دائما يعني مو واحد وإنما 1000 واحد كاتب نفس التعليق. وثاني شيء إنه الفستان كلش مفتوح وهي كلش مليانة، فالفستان مو موالم جسمها ومبارز كل الديفوهات اللي موجودة بالجسم، يعني كل الزوائد والعيوب اللي بالجسم هاي الفستان مبينها. فاختيارها للفستان كان كلش غلط. دائما بالمهرجانات تختار فساتينها غلط لأنه هي تكرمت بالمهرجان السنة اللي فاتت وهاي السنة، فدائما تختار فساتين مفتوحة زايد وتبينها أسمن من ما هي عليه بالواقع. انتو شنو رأيكم؟ تعليقات الناس هل صحيح أم لا؟